يعني مباراة مسهلة، لأن أول شيء في الفريق اليمني فريق قامط أمانة. يعني أنا كوجهة نظر ما عندنا فكرة عنه، ما ندري. يعني مثلا الفريق العراقي شفناه يلعب في التصفيات الآسيوية، تصفيات كأس العالم، يعني معروف فريق من الفرق المتطورة ومن الفرق الجيدة. لكن الفريق اليمني فريق غامض، لكن اتوقع انه ما راح تكون الفوز، انا اتوقع للعراق، لكن ما اعتقد بسهوله ولا راح تكون مباراه سهله على الفريق على الفريق العراقي. فاعتقد الفريق اليمني راح يعمل شيء في المباراه، يحاول يجاري الفريق العراقي. احمد الرواس. خالد، امكانيات فوارق كبيره بين الفريقين. فريق عراقي فريق ثقيل وصاحب مهارات وامكانيات، وعنده لاعبين كثير محترفين، وعنده البدلاء اللي قادرين يعوضوا. لكنه مش شوف مثل هذا من النوع من المباريات لازم المنتخب العراقي يسجل بسرعه، لانه كل ما تاخر في التسجيل يا خالد بيعطي ثقه للمنتخب اليمني، والمنتخب اليمني من المنتخبات المتعبه، ما حقق اي شيء بس عنده طموح وعنده لاعبين خالد مهارات زينه وسرعات. اذا مدرب انا شفتهم في مباراه عمان ما كانت منقوله، بس بعض الاشخاص صوروا بعض المقاطع كان متعب. صح فزنا 1-0 لكن كان متعب المنتخب العماني، سرعات عند اللاعبين. فلذلك ما انت فريق صاحب تاريخ وصاحب كذا لازم تسجل تريح. كل ما تاخرت كل ما صعب المباراه، لكن في النهايه بيكسبها العراق بالخبرات وقدرات اللاعبين. التغييرات عنده قوي، يعني انت عندك خالد 5 تغييرات قادر ايش يلعب اقوى. اما اليمن بيلعب لك 11. التغييرات لا يمكن تكون مثل انه قال العراق باحتراف لاعبين. حتى في الكره الثابته ممكن العراق يخلص الكره الثابته، يعني من الفرق اللي عندها القدره في الكره الثابته قوي جدا. خلينا ناخذ المؤتمر الصحفي للعراق واليمن. بالنسبه للتحضيرات تاع المنتخب عملناها على فترات، يعني قسمناها على اللاعبين المحليين، وكل مره في الايام فيفا يجوا اللاعبين المحترفين. حاولنا لليوم ننسقوا ونعملوا توازن بهذا المنتخب، ان شاء الله يظهر بوجه مشرف في هذا انا نسميها موندياليتو الخليج ان شاء الله. سنحاول الظهور بأفضل صورة في هذه النسخة من كأس الخليج. الهدف من هذه البطولة هو أن نستفيد قدر المستطاع لكي نواصل بنجاح مسيرتنا نحو كأس العالم. ونحن من هذه البطولة خليج 26 نحاول تجربة لاعبين شباب للاستفادة منهم في الفترة المقبلة. نكمل التوقعات. يا اخي عبد الله الشيباني ما هو بصاحي، روح ارقد يا اخي، قاعد تتصل بالاحلام يا يلا تفضل. يترياني عبد الله الشيباني، احنا على الهواء يا عبد الله. يلا مع السلامه يا اخي والله العظيم لو شو قول له اشرب حليب، قول له اشرب حليب ونام. ماشي، قول له اشرب حليب ونام. عصام الحضري، توقعاتك. خالد، مباراة على الورق اكيد مباراة يقول لك مباراة سهلة والمنتخب العراقي يكسبها، بس المباراة صعبة يا خالد على المنتخب العراقي بجد. ان المنتخب اليمني منتخب كله يعني كله متجدد، معاهم مدير فني يعني من الجزائر كابتن نور، مدرب كويس قوي. الماتشات الاخيره اللي هي المنتخب اليمني مع الكويت عملوا مباراه على مستوى عالي. لعيبه ممكن تكون سنها صغير بس لعيبه موهوبه، عندهم موهبه. صراع. اتوقع تبقى مباراه صعبه قوي للعراق، ورغم كده اقول لك العراق ممكن يكسب، بس هيكسب بصعب بكره. احمد سعيد بالدور، يعني ريال يروح ينام، يعني من هني لهناك هذه دور، من الشمال للجنوب على طول. يلا اوكي يلا بالسلامه. فريق زين متطور الفريق اليمني. عطني توقعاتك اخوي، داري انك تعبان، عطني توقعاتك. شفت انت؟ شفته والله. فريق انا حتى تكلمنا انا وبشير من يومين، عندهم كذا لاعب زينين خاصه في خط الهجوم، مهاريين وجيدين. وكنا صح ولا لا بشير؟ لا مش صح. في السياره يا اخي انت نشأت؟ انا وياك كنت. ما قلت لنا الفريق خمسه؟ ليش بشير تشدد؟ فين؟ في السياره؟ سيارة شنو؟ ما قلت لك عندكم كم لاعب وقلت لي اساميهم؟ قول لي اساميهم. قول الصدق يا انا مع الرواس ومع الحبيب يومين. خلي يقول اساميهم. لا قبل ما ركبنا انا وانت في السياره ولا قعدنا في هذا؟ قول لي اساميهم زين. في المطعم؟ اللي قال من السياره حدد السياره ولا المطعم؟
والله ما اتذكر في يقول المطعم في اسامي اللعيبه السياره اللي قالها المطعم، مليح. في بس لان الساعه 3:30 الحين 4 خالد في واحد بالمطعم. شويه بقول لك كلمتين، الرجال شهد اثنين عليك، قال لك كان معي احمد حسن واحمد فروخ. وانا شاهد وياه بالمطعم. هو شاهد معايا في المطعم. ومستعد احلف بالقران. صادق صادق. خلاص صادق. لا في المطعم يمكن صح. لا مش يمكن صح. اعطي توقعاتك. لا نحن شاهدنا نحن العراق. السياره العراق. طيب العراق اظني بيفوز ناصر بسهوله. ناصر الشمراني. اتوقع يا خالد مو اتوقع. انت يوم قلت نحن جايين معه في السياره يعني في قصده السياره مش شاهد انا يعني ذاك اليوم قلنا مع بعض بس ما نعرف شيء في السالفه يعني. وامس يعني اليوم قلنا 3 مع بعض في السياره مش هو زين احنا ايش قلت؟ هو قال شهدوا له علي ما يحضرنا اول لا يوم شهود انكم كنتم معاه في السياره ما اول يوم جينا في السياره مو شاهدين جينا في السياره. السلام عليكم بشير، كيف كانت رحلتك؟ قال لي انا جاي من قطر، انا مقيم عايش في قطر. صحيح. بشير شو المنتخب؟ قال لي والله المنتخب تجمعات وكذا. قلت له في عندكم 3 قدام انا شايفينهم صغار مهاريين على اليسار. وين قال لي شفتهم؟ اسامي وين شفتوا مباراه؟ في البطوله هاي في شو اسمه وين؟ علم سيري علم سيري مع الكويت. يا جماعه شايفينهم يا اخي. زين احمد انت اعطيتني مقدمه طويله هالطول، واخر شيء قلت العراق بيفوز صح؟ ايه شكرا لك. ناصر. خالد حبيبي لك أسامي. اكيد يعني الفرق الامكانيات وبطل النسخه الماضيه المنتخب العراقي اكيد تنصب العراق. كل النتيجه له. مايد. اروح مع العراق بس اقول لن تكون سهله على العراق. عبد الله جاسم. نكون واقعيين اكثر يعني بعيد عن المجاملات. الفريق حد طلب منك انك تجامل؟ لا انا ما قلت خلنا اكمل عاد الحين. انا اقول الفريق اليمني هو صحيح متطور لكن لا يملك الامكانيات حتى يعني على مستوى الدوري. لما يكون هناك عنده خالد يعني دوري نفس دوريات المنطقه الخليجيه بالامكانيات باللعيبه المحترفين، هني انا اقدر اقول مدربهم لما قال لك الان هو ممكن جاي احنا ناخذ البطوله. دائما بعض المدربين عشان يعطي الثقه لبعض لما يشوف فريقه ضعيف يقول احنا جايين ناخذ بطوله. ومن اللي قال لك ان اليمن ضعيف؟ شفت في مباراتهم؟ ما علي خل اكمل لك انا. لا من خلال يعني ما يحتاج انا اشوفه من خلال يعني من خلال نتائجهم. الدوري ما عنده دوري قوي يعني ما عنده دوري محترفين فما تقدر تاخذ منه نتيجه يا خالد. لا انت ما لا ما تقدر تعطينا نتيجه. من حقي اني انا اثق في قدرات فريقي. لا من حقك لكن نكون واقعيين يا خالد. انا هني يتكلمون المنتخب الاماراتي يفوز قلت لهم لا يبا سلامتكم قطر منتخب قطر بيفوز. خل المنتخبات هذه. انا اتكلم عن المنتخب اليمني. عنده 7 اليمني. لا هو المفروض بشير يعقب على كلامك مش ساكت. عند اللاعب اليمني بالعراق يعامل معامله مواطن. جو لعبوا عندنا نفس الشيء لعبوا عندنا في الدوري القطري. وانا في وجهه نظر اكثر واحد يقدر يقيمهم عصام شايف لهم مباراه ولا مباراتين؟ لحظه نشأت بقول لك شغله. اوكي اللاعب اليمني يلعب في العراق مواطن لكن ما عندك مجاملات انت في العراق. لا طبعا كلهم يلعبون اساسيين. زين باخذ اسمح لي ولا جبت منتخب يمني كامل 7 عندك. اكيد صح ولا لا؟ بس شنو الانديه يلعبون فيها وين؟ بغض النظر لا كان العراق كم محترف. لا انا في واحد في ماليزيا احمد لحظه ان شاء الله ثاني اسمح لي. عبد الله تكلم بالكلام الواقعي. لا تخلوا الناس يعني نقفز فوق الواقع. اللاعبين اللي يلعبوا بالعراق 2 فقط يشاركوا بشكل اساسي وبقيه اللاعبين على الدكه. اللاعبين اللي محترفين في اوروبا واحد في درجه رابعه بالدوري الاسباني وواحد في الدرجه الثالثه بهولندا. اليوم اللاعب اليمني يعني يفتقد حساسيه المباريات. لما يتكلم يقول حظوظ المنتخب العراقي اقوى. حظوظ العراق اقوى فعلا. المنتخب اليمني انا اتمنى ان انا اقول اليوم المنتخب اليمني بكره بنفوز. اتمنى ان بكره يفوز المنتخب واقسم بالله اطلع ارقص هنا جنبكم برع. انا ما نقول لكم ان احنا ما نحبش منتخب. لا بس يعني لا انا احب منتخبي. كلام كبير. احنا قلنا الغالبيه قالوا العراق لكن هل بسهوله يعني؟ لا مو بالسهوله. بس هذا اللي لا اللاعبين ان شاء الله انهم يثبتوا وان شاء الله ان المنتخب يحقق نتيجه. لكن ما قلت انا بينهزموا بسهوله بياخذ 5 6 7. ما قلت انا عن النتيجه. انا اتكلم كواقع. اكيد الكل راح يكون مع العراق منطقيا يعني تكون صعبه شوي. في حد قال اليمن انت عشان تقول لا انت الان يا مايد الحين تقول
ما راح يهزم بسهوله اكيد. ما في فريق ينهزم بسهوله. توقعاتك كم؟ والله صعبه، لكن يعني مو باقل من 3. خالد سلمان. ما في وجه مقارنه فنيه خالد. اكيد منتخب العراق راح يفوز في المباراه، راح يكون فايز في المباراه. بس سهل ولا صعب؟ منتخب العراق هذا الكابتن صعبه ولا سهله؟ يقول لك كم النتيجه؟ يقول لك سهله عليه. اعطانا النتيجه. سهله، بيروح مثل ما تفضلت فوق الثلاثه. لا بس الاخ على يمينك عبد الله قال لك مباراه صعبه على العراق، لكن في النتيجه 3. ما قلت صعبه، انا اقول لك ما يقول صعبه. بقول حق اخوي عبد الله قول لي اسم لاعب، خليه يقول لي بس من عنده. اكيد ممكن احنا لا لحظه خالد من هو؟ من عنده اسم لاعب فريق اليمن؟ ماني بحافظهم. زين هاي شو تكون بس هي دي المشكله برضه. انا ما قلت صعبه. لا انا ما قال خلي ماجد عليك انت تقرب خلي ماجد عليك انت انا قلت كابتن هو جاب معلومه، قال انه لما يكون الدوري اليمني متساوي مع الدوريات الخليجيه صحيح هنا حيكون المقارنه، لكن مش عارف ان الدوري اصلا متوقف من 2014. طيب يعني ما في عندكم دوري. يعني لا المباريات اللي احنا نشوفها عندكم وش ذي؟ هي الدوري تنشيطي شهر ونص، او الدوريات اللي تشوف فيها الصور محافظات. دوري محافظات من 2014 اقيم فقط الدوري مرتين. اطلع اتكلم بدالي، خلاص اروح. يا اخي واصل خلينا نفهم يا اخي الراجل يا اخي من 2014 خلينا نفهم الراجل لا تتكلم، خلينا هو حصل فرصه انكم بتتكلموا من 2014 تفضل. من 2014 الى اليوم اقيم الدوري فقط مرتين. شفت شلون؟ وبنظام التجمع فقط لمده شهر ونص. لا الفرق استفادت فنيا، لا اللاعبين استفادوا فنيا، لا قدرنا نحن نقدم منتخب بالشكل اللي يرضي الجمهور. وطلعت اليوم من حق اي محلل في المجلس انه يقول المنتخب اليمني راح يخسر بالثلاثه ولا 4. انا ما اولع معركه عشان راي او عشان توقع، بس منتخبنا يفوز ويحقق الفوز حتسمعوا صوتي في كل الكويت. اما منتخبنا خسران ما اقدر طيب انا عندك سؤال. انت قلت اذا اليمن فاز ايش عندك ايش بتسوي؟ بيرقص. اطلع ابترع. ايش؟ البرعه اليمنيه. تبترع؟ نعم برعه. البرعه اليمنيه. كيف ممكن بالخنجر؟ ممكن اشوف لو سمحت. لا بس يفوز منتخب. قم برعه ما فيها شيء برع يا اخي. البرعه اللي هي رقصه اعرف الرواس. رقصه البرعه. بس هذه اوكي. منتخبنا يفوز ان شاء الله باذن الله. الاهلي صنعاء مشارك في بطوله باكستان. اي نعم. قدم مستوى ممتاز اهلي صنعاء رغم انه ما في دوري. اي بس لاعب كلمتين. اوقات الفقدان يولد قتال داخلي، يعني رغبه اني انا اثبت نفسي. انا عارف ان العراق تقوم تفوز، ما اختلف عن النتيجه، بس اني انا العب. مساعات تكلمون عن اللياقه البدنيه، عندهم يتكلمون عن التمارين ويتكلمون عن اليمني عنده لياقه. اليمني راعي جبل. خالد ها؟ شو ما تختلف؟ ما حد ساكن في اليمن. لا انه ممكن اليمن العراق يفوز. انا اقول بس لك لا ممكن مو بشرط. مو بشرط، بس انا اقول لك خالد الفقدان صار في العراق وجابوا 2007 كاس اسيا. شكرا. صار في سوريا وتأهلوا للنهايات الآسيوية. صار في فلسطين، صار في أكثر من دولة، إلا في اليمن. إلا في اليمن إحنا فاقدين من متى؟ من متى الدوري متوقف؟ من متى ما نلعب على أرضنا؟ انت في خلل قائم في الكرة اليمنية. اليوم 23 سنة ما حققنا فوز في بطولة كأس الخليج. لا، نقطة تحتاج من الجميع أنه يوقف أمامها بشجاعة. إنه حكاية لهم ظروف لهم أوكي. عندنا ظروف. جت على الرياضه يا كابتن، جت على بس الرياضه ودوري كره قدم. امور كثيره تحتاجها اليمن يا اخي. انت الحين بس وقفت على كره القدم. ايه في اولويات ايضا في اليمن يجب تتصلح. اذا يا كابتن لما قلت كلامي صحيح. وش كلامك؟ كلامك صحيح. جزاك الله خير. طيب وش الكلام الصحيح؟ شباب مايد خليه يوم ثاني ولي سنه مايد. خليه يوم ثاني. معترض مايد بعد. معترض الساعه 3:33 ثانيه الحين. فيلم هندي 3 داشين فيلم هندي والله. ابي اقول لكم الساعه 3:30 شفت الساعه 3:33 ابو علي داشين فيلم هندي. يسوي لك البرنامج يقيم الافلام الهنديه. زين ممكن اقول كلمتين. فيلم هندي يدش العصر الساعه 4 الصبح يخلص. اقول كلمتين الحين بس لك سؤال محمد كرم. الحين انت بخلان علي ساعه تقعد معنا في المجلس هني
لا اقول لك لا فيلم هندي انت الحين انت اللي توك جاي من شوي يخلص الساعه 4 احنا من الساعه كم هني احنا من امس احنا هني مجاسم لا تسوي لنا مشاكل بعد مره ثانيه. زين تبي نقسم الامر. طيب عطني مباراه السعوديه والبحرين خلينا نتكلم عنها.